صلوا على النبي حبايب قلبي، وما تنسوش بقى اللايك والشير وشرفوني بالمتابعة. اضغطوا اعجاب للصفحة وصلوا على النبي كده في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير. النهاردة بقى كان معانا اوردر كده تحفة جدا، الحمد لله والشكر لله. كان طالع ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين معايا هنا هعمل محشي كوسة، كانت طالعه زبده الله اكبر ما شاء الله، كانت جميله جدا جدا. هحشيها بقى وارصها معايا في صينيه حلوه كده، وبعد كده هسقيها بقى بالشوربه وادخلها الفرن وابدا اعمل معايا حاجه تانية. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شرفوني بقى بالاشتراك، اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الوصفات والاشعارات بتاعتي، كل الفيديوهات بتاعتي توصل لكم. هنا كنت بعمل بشاميل، وحاطه بقى قطع جبنة رومي وقطع جبنة موتزاريلا اهي زي ما انتم شايفين. وحاطه كده قشطة ما شاء الله اللهم بارك، مخليه البشاميل كريمي وتحفة جدا جدا. جبنة رومي وجبنة موتزاريلا وقشطة، بصراحة كانت مطلعة البشاميل كريمي وخطير ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. وهنا بقى كنت ده عصاج، كنت عاملة الحشوة بتاعتي فراخ مش لحمة. وهنا المكرونة بتاعتي بعد ما اتسلقت حطيت عليها نص الكمية بتاعة الحشوة وقلبتها في بعض، وكمية حلوة كده من البشاميل. وبعد كده بقى هاخد القوالب دي، كانت طالعة برضو اوردر. هحط بقى في ارضية كل قالب كده مغرفة كده او كبشة من البشاميل، وبعد كده بحط بقى المكرونة اللي انا مقلبة عليها الحشو، واحط جزء تاني من الحشو فوق المكرونة، واحط جبنة موتزاريلا من اللي هي بتمط كده حبايب قلبي تحفة قوي، وبعد كده احط بشاميل وفوقه جبنة موتزاريلا تاني. بسم الله ما شاء الله، كانت طالعة جميلة جميلة جدا وكريمي وتحفة الله اكبر، يعني بألف هنا يا رب اللي اخد الحاجة دي. وكمان الكوسة بتاعتي كانت خلاص في الفرن، ودخلت معاها جزء من القوالب بتاعت البشاميل، وهكمل بقى بقية الاوردر. بسم الله ما شاء الله، هطلع واحد دلوقتي زي ما انتم شايفين الله اكبر اهو، طالع جميل قوي. لو انتوا بتعملوا اوردرات اكل بيتي، نصيحة بجد والله، زي ما تعملوا لبيتكو اعملوا للحاجة اللي طالعة واحسن، اكرموا كمان الحاجة اللي انتوا بتطلعوها اوردر، عشان الزبون اللي هياخد منك هيرجع لك تاني، العميل اللي هيدوق حاجتك هيرجع لك تاني. ما تستخسريش، اهم حاجة حاجة العميل تطلع على اتم وجه. والوحش بقى بتاع النهاردة بسم الله ما شاء الله، الديك بتاع النهاردة مشوي وتحفة، وبصوا مستوي على الهادي جدا، واللحم دايب. بسم الله ما شاء الله الله أكبر، بألف هنا يا رب. الأوردر كان مطلوب صينية فيها 2 كيلو محشي كوسة، وقالب مكرونة بشاميل، واديك القمر اللي انتوا شايفينه ده. وكنت هطلع بقى نواشف بس ما كنتش فاضية اصور بانيه بقى وكفتة وكده، يعني طالعة لوحدها هتبقى تتحط في الفريزر يعني، وبعد كده تطلع تستوي، يعني الاوردر طالع مجمد نتفرز يعني. بسم الله ما شاء الله، الكوسة بتاعتي طالعة خطيرة الله أكبر. الصينية بتاعتي رصيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الديك وحوالين منه المحشي الكوسة، وجنبه قالب المكرونة بالبشاميل، والأوردر التاني بتاع القوالب الصغيرة بتاعت المكرونة بالبشاميل. القوالب الصغيرة باين كانت طالعة إفطار. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده مفيش بعد كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. صلوا بقى على النبي. ويا ريت لو عجبكم المحتوى بتاعي، او لو حد بياخد منه افكار، ما تبخلوش عليا باللايك والشير، شيروا حبايب قلبي عشان الفيديو يوصل. وصلوا على النبي، واعملوا بقى اضغطوا اعجاب للصفحة، وشرفوني بالمتابعة. وعلى القناة يا ريت تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي. انا بعمل اوردرات اكل بيتي، اللي مش عارفني انا بعمل اوردرات
اكل بيتي، اكل مستوي واكل جاهز على التسوية، وبطلع شغل تفريزات، وكل حاجة في المتاح ما شاء الله اللهم بارك. بنفذ اي اوردر. صلوا على النبي حبايب قلبي. واللي عايز يحجز معايا انا ام عمر، الحجز خاص او على الواتساب على رقم 010-96337777. صلوا على النبي. بحبكم في الله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعاية الله. مع الف سلامة. نسيت اقول لكم، وانا خلاص بقى بفنش، بوريكم اهوت. بسم الله ما شاء الله. ال الديك زي ما انتم شايفين اللحم بتاعه دايب، سواء من الصدر او من الورك. زي ما انتم شايفين اللحم بتاعه دايب. السكينة بتقطع منه شرايح كده، حاجة مفيش بعد كده. والله كان